بيجي علينا فترة جفاف، بنحس ان احنا ما بنعملش حاجة في حياتنا، ما بنعملش فعلا حاجة في حياتنا، بنحس ان احنا ملناش لازمة. بنحس ان احنا مش مبسوطين بنفسنا او مش مبسوطين بالانجاز عشان ما فيش انجاز احنا بنعمله. تلاقي نفسك كده بقالك شهر في البيت ما بتخرجش، تقعد تتشحن كده من نفسك، بتحس ان انت عايز تنفجر. ليه؟ عشان انت عبارة عن شحنات. في جملة كده انا بحبها قوي، انا هحطها هنا كده، بتقول اليأس جريمة، والتسليم للواقع خيانة للفكر، وما خلق الانسان الا ليصور على ما لا يقبله عقله. فانت عقلك مش بيقبل ان انت كل يوم يبقى شبه اللي قبله، عقلك مش بيقبل ان هو يبقى راكن، ان هو يبقى ملوش لازمة، ان هو ما يخلقش حاجة. عشان انت عبارة عن طاقة، انت عبارة عن شحنات، انت عبارة عن شحنات. فلما عقلك الشحنات اللي فيه المفروض انت تتحرك، المفروض انت كل شوية بتفكر في حاجة. العقل المفروض طول الوقت بيفكر، وانت نايم بيفكر. فان انت ما تستخدمش التفكير دون او الكرياتيفيتي اللي في عقلك، ما تستخدمهاش في حاجة تطلعها على الحقيقة، او ما تتحركش، ما تقعدش تفرك زي ما هو بيفرج. يعني انت جسمك واقف، جسمك في نفس المكان، ان كان بقى في شغل، المهم ان هو ما بين 4 حيطان، ما بين شغل او ما بين بيت، ما بيعملش حاجة. ان هو قاعد بيفرك نفسه يخلق حاجة، عشان انت اتخلقت عشان تخلق، عشان تعترض، عشان تصور، عشان تعمل اي حاجة، مش عشان تنام وتصحى وتاكل وتعيد السايكل، وتصحى تنام تتكاثر، تنام تصحى تنام. فعقلك مش مخلوق عشان كده. انت لو مخلوق عشان تصحى وتنام وتتكاثر وتاكل كنت اتخلقت حيوان. فانت لما بتحس ان انت في فترة جفاف، او في فترة اللي هو انا مش طايق نفسي، انا نفسي اكسر حاجة، انا نفسي اعمل حاجة، تحس ان انت مشحون، عشان انت عبارة عن طاقة. فانت لما بتشحن الطاقة دي بتتكبت، وانت قاعد بتكبتها، هي بتبقى نفسها تيجي في مرة كده تحس ان انت هتنفجر. يا اما بقى بتنفجر تكتئب، انا مش عارفة ازاي الناس لما بتيجي تنفجر بتكتئب، يا اما بتنفجر بتصور، بتعمل حاجة، بتعمل ريفولوشن، بتخترع حاجة، بتغير حاجة فعلا في حياتك. انت لازم تعرف ان انت مش مخلوق عشان تقعد ما بين 4 حيطان. عشان كده انا بصور الفيديو دلوقتي في جنينة، عشان والله العظيم كنت هموت واخرج. انا بقالي شهر في فترة الجفاف دي، حاسه ان انا مش مبسوطه بنفسي، حاسه ان انا مش بعمل انجازات، حاسه ان انا قاعده بقى، يعني قعدت اعمل بقى ايه، قعدت اشوف الناس وقعدت احسدهم على اللي بيعملوه، وقعدت اعيط. كنت هدخل في اكتئاب، بس انا عارفه ان انا عمري ما هسمح لنفسي ان انا ادخل في اكتئاب تاني. فقلت خلاص انا هنزل. بسيطه. انت لما تحس ان انت في فتره جفاف انزل. هو انا الكلب ده جاي عليا؟ اتمنى لا، اتمنى لا. فانت لما تحس ان انت في فتره جفاف انزل اتحرك، عشان ده اللي عقلك طالبه منك، انك تتحرك. عقلك بيقولك قوم حركني، قوم وريني حاجات جديده، عشان انت مخلوق عشان تتحرك، عشان تكتشف، عشان تفكر، عشان تتكلم، عشان تدي رأيك، عشان ترسم، عشان تبدع، عشان تطلع كرياتيفيتي في اي حاجه انت بتشوفها، تصور، يبقى ليك حاجه، يبقى ليك لازمه. حتى لو اللازمه دي انت هتخليها لصالح جسمك، ان انت تنزل تتمشى. ان انت لما تحس ان انت في فتره جفاف ومش عارف تعمل ايه، حاسس ان انت مش راضي عن نفسك، حاسس ان انت عايز تصور تكسر من كتر ما انت مش راضي عن نفسك، وشايف ناس بتوصل وبتعمل حاجات كل يوم وانت ما بتعملش اي حاجه. مش مطلوب منك تعمل 100 حاجه في نفس اليوم. لما تشوف حد، مش مطلوب منك تقرا 100 كتاب. لما تلاقي حد قرأ صفحتين 3 وصورهم ونزلهم ستوري على الانستجرام، مش مطلوب منك تنزل تجري 100 كيلو في نفس اليوم عشان لقيت حد نازل الجيم. مطلوب منك انك في الاول تستوعب اللي انت بتعمله، تستوعب ان انت كنت في فترة جفاف، وتقرر ان انت تكسرها، تقرر ان هي تتكسر. حتى لو مش النهاردة، ممكن بكرة، ممكن بعده، ممكن اخر الاسبوع. حط لنفسك ديدلاين، يعني ان الفترة دي هتتكسر يوم الخميس الجاي دون. انا مش يعني يوم 1/8 المفروض اكون عملت حاجة. انا الشهر 7 دون مش هيخلص غير لما اكون مثلا عملت فيديو على الاقل. مثلا نصيحة مني، اخرج، اعمل اي حاجة. انا نزلت عشان اصور الفيديو ده مخصوص، ولبست احلى حاجة عندي، يعني حاجة جت في دماغي كده، انزل البس احلى حاجة، انزل اتمشى، كل حاجة جديدة، اعمل حاجة جديدة، انزل ارسم. انا كنت المفروض اجيب حاجة الرسم معايا بتاعت النهاردة بس نسيت. انزل. لما تحس ان انت في فترة جفاف اخرج، شوف الناس. ده اللي انت عايزه، ده اللي انت محتاجه، ان انت تحط الفايدة دي في جسمك الاول. والله العظيم انتوا مش متخيلين كمية الحاجات اللي انت ممكن تعملها وتخلق خلايا جديدة في عقلك،
التمشية بتخلق خلايا جديدة في العقل. الكلام اللي انا بعمله دلوقتي، الفيديو اللي انا بصوره بيخلق خلايا جديدة في عقلي. عشان انا اصلا وانا بتكلم بتجيلي افكار، فانا قاعدة بخلق افكار. فهي انزل اتمشى، ما تحطش اغاني، انزل سبح كده ربنا، اسمع صوت العصافير، ركز في اي حاجة، ركز في حاجة كده واقعد ركز مع اسرح فيها. حتى لو فكرة، اهم الافكار اللي كانت بتيجي للعلماء، يعني ايه الفرق ما بين دلوقتي وما بين العلماء زمان؟ ان هم كانوا فاضيين، ان هم كانوا بيحسوا بالملل، فكانوا بينزلوا يتمشوا ويفكروا. يعني ايه اللي خلى نيوتن يكتشف التفاحة والجرافيتي؟ عشان تفاحة وقعت على دماغه فقعد يفكر. انزل فكر بجد. كان قاعد كده على شجرة وتفاحة وقعت عليه، خليته يسأل من كتر الملل اللي هو فيه، هي التفاحة ليه نزلت كده؟ فأعظم الإنجازات بتحصل في وقت الملل. فأنت لما تحس نفسك زهقان ما تقعدش في البيت، انزل اخرج. بجد والله العظيم. انت زمان اظن البيوت زمان ما كانتش بالتعقيد بتاع دلوقتي، ما كانتش 4 حيطان فعلا. اظن ان كان فيها شوية حرية، على الاقل كان بيبقى قدامها جنينة. فاهمين حاجة؟ كانوا بيقعدوا لما بيجوا يقعدوا ما بيقعدوش في الصالة، كانوا بيقعدوا بره في الجنينة، يقعدوا بقى يتمشوا يعملوا اي حاجة، بس ما بيحبسوش نفسهم عشان انت ما اتخلقتش عشان تتحبس. فاهم حاجة؟ لما تحس نفسك ان انت بتحقد على حد او انت غيران من حد تشوفه على السوشيال ميديا وحاسس ان انت يا بخته انا كمان عايز اعمل الحاجة دي، اهدى، هتعملها. قول خلاص هعملها. سهلة هي بالسهولة، اقسم بالله بالسهولة دي. انتوا اللي بتكبروا الموضوع وبتصعبوا الموضوع على نفسكم. لما تلاقي حد بيعمل حاجة انت نفسك تعملها، قول هعملها، قول انك هتعملها، حط ديدلاين ليها واعملها، وهتحس انك ارتحت، هتحس ان انت عملت انجاز حتى لو هي مش قريبة منه، بس هتحس ان انت بدأت، هتحس ان انت في امل ان انت تكمل في الموضوع ده، وفي اللي هو فرصة ليك ان انت تبقى احسن كمان من الشخص ده. وعلى طول الموضوع ده كان بينجح معايا انا، والله العظيم ما فيش حاجة شفت حد بيعملها وقلت خلاص انا كمان هعملها، الا ما بقيت انجح منه فيها. مش عشان انا كان قصدي ابقى انجح منه فيها، عشان كان عندي شغف لما شفت الحاجة دي. عشان لما شفت الحاجة دي انا عبارة عن طاقة، الطاقة اللي جوايا اتحركت للحاجة دي، فحسيت ان انا هبقى مبدعة فيها. عشان انت مش اي حاجة طاقتك هتتحرك ليها، فاهمين؟ يعني انت طاقتك لما بتتحرك لحاجة، لما انت بتحس بحاجة كده معينة، لما بتشوف حاجة حد بيعملها او بتشوف حاجة عامة على النت، مش بتبقى صدفة. الحاجة اللي اتحركت جواك دي اتحركت عشان سبب، عشان في شغف، عشان زي ما يكون دي اشارة ليك ان الحاجة دي انت ممكن تبقى شاطر فيها، وممكن لو مسكتها ما تسألش، ما تاخدش رأي حد. هي نفسك اتحركت للحاجة دي، اجري على الحاجة دي. انا نفسي اتحركت لليوتيوب، هجري على اليوتيوب، مش هفضل اخد رأي حد، حتى رأي نفسي. انا خلاص حسيت حاجة ناحية الحاجة دي فهجري عليها. في فرق كبير جدا ما بين شخص جاله شغف لما شاف الحاجة، حس بشغف ناحية الحاجة، وما بين شخص بيحاول قوي. يعني هو اكيد سعيه مشكور طبعا، بس انا عايزة اقول لك لما تحس ان انت شغوف ناحية حاجة، قسما بالله العظيم هتتفوق 300,000 مرة على الشخص العادي جدا اللي دخل فيها. فاهم؟ الموضوع فكرة مايندسيت. الطاقة زي ما قلت لك، انت عبارة عن طاقة، انت عبارة عن شحناتك لما تتحرك لحاجة معينة اجري عليها. شحناتك لما تحس ان انت لما تحس ان انت ملكش لازمة، مكبوت، لما تحس ان هي مكبوتة في حاجة معينة. يا جدعان والله انا بنفجر، بحس ان انا هنفجر لما ببقى من قعدة البيت، فبفرك بعمل اي حاجة، بنزل اتمشى لوحدي، مش لازم انزل مع اصحابي عشان استمتع. انا جسمي عايز يخرج، مش معنى انه عايز يخرج انه يستنى رأي حد تاني انه يجي معايا. انا عايز اخرج يبقى هخرج. فانت لما تحس ان انت في شغل انت مغصوب عليه عشان هو من 5 ل9، وانت في مشروع في دماغك عايز تبدأه، انت بتقتل نفسك بالحياة. اجري اهرب من الشغل. يعني انا عمري ما اقتنعت والله العظيم من وانا صغيرة، عمري ما اقتنعت بفكرة ال 9 to 7 او ان حد يشتغل 12 او 9 حتى ساعات. من وانا صغيرة مستحيل ابقى عبد عند حد، مستحيل اشغل نفسي 10 ساعات عند حد عشان انا شايفة ان انا مش هستمتع بحياتي. هو انا لو اشتغلت لك يا حبيبي من 9 ل7 او من 9 ل5 ايا كان، انا كده عايش امتى؟
يعني الفلوس اللي انا هقبضها دي انا هصرفها في ايه؟ يعني انا هلحق اصرفها في ايه طالما انا مستعبدة عندك كل يوم من 9 ل5 او من 9 ل whatever، من 8 مش عارفة ايه. ليه انا اخري لو في شغلانة كده اشتغل من الساعة 7 الصبح للساعة 3 الظهر عشان الاقي حاجة تصحيني في الوقت دون بس. وعلى فكرة لو لقيتها مش هروحها، مش هشتغلها برضو، عشان انا اقدر اغصب نفسي ان انا انزل اجري. مش لازم اغصب نفسي في حاجة ما بحبهاش زي الشغل عشان اصحى بدري. طب ما اغصب نفسي في حاجة انا بحبها، فاهم؟ وحاول دايما تفتكر الجملة اللي انا قلتها لك: ما خلق الانسان الا ليصور على ما لا يقبله عقله. فانت اظن عقلك مش قابل ان انت تشتغل عبد لحد من 9 ل5، صح؟ فاهرب بسرعة، اجري بعد اذنك بجد. وعلى فكرة الموضوع هيبقى ممتع لو انت حابب كده، لو انت حابب ان انت تشتغل وحابب الشغلانة فعلا من 9 ل5، حابب ان انت بتعيدها كل يوم وشايف ان هي بتزودك في الخبرة عشان حاطط خطة ان انت مثلا تسافر برا مصر بالحاجة دي. good for you. كمل بجد والله العظيم انا مش هعترض. بس انا بتكلم من الناس اللي بتشتغل عشان الفلوس. انت ممكن تعمل فلوس احسن من كده بكتير، بطرق احسن من كده بكتير، بطرق احسن من كده بكتير جدا، وانت في دماغك حاجة معينة وخايف تسيب الشغل وتبدأ فيها عشان انت خايف تخسر الشغل لو انت بدأت في الحاجة دي. طب حاول تدي الحاجة دي فرصة، ومع الوقت يعني استقيل من الشغل اللي انت فيه. انا اعرف ناس دلوقتي استقالت، يعني ما فكرتش، هي استقالت على طول. وانا اشجع كده جدا ان انت تستقيل من غير ما تفكر، عشان اكيد في حل تاني، اكيد في حل تاني. حاجة كمان، ما تنامش كتير. انا بنام 9 ساعات كتير، 9 ساعات كتير. تعالوا نحسب حسبة. لو انت بتنام 9 ساعات وانت هتعيش مثلا 6 سنين، 60 سنة، ماشي؟ انت مكتوب لك بإذن الله انك تعيش 60 سنة. فانت 9 ساعات من 24 ساعة، حلو، 9 ساعات على 24 في 60، كده انت عشت كام سنة؟ 37 ونص. 37 ونص من 60 سنة. ايه الباقي رايح فين؟ نمت. ده لو انت بتنام يا حبيبي 9 ساعات، انتوا بتناموا 12 ساعة. روح احسب 12 على 24، يعني نص. يعني انت لو هتعيش 60 سنة فانت ما عشتش غير 30 منهم لو انت بتنام 12 ساعة. انا اعرف ناس كتير جدا بتنام اكتر من كده، بس ليه؟ انت ما اتخلقتش عشان تنام ده كله حبيبي. هو انت يعني، انا عارفة ان في ناس هتفضل تقولي ما النوم مهم لصحة الجسم. ايوه حبيبتي، 6 ساعات حلوين قوي، 5 ساعات، 4 ساعات ببقى زي الفل. انا حاسه كده، انا حاسه ان 4 ساعات كويسين قوي. و انا ممكن اجيب لك ايات من القران، بس انا بكلمك بالمنطق. انت ليه تخ... ليه تضيع عمرك، نص عمرك في النوم، وانت نفسك تبقى عايش عشان تشوف الحياه تبقى عامله ازاي الساعه 7 الصبح؟ والله العظيم انا النهارده صحيت الساعه 7 الصبح، 6 الصبح. الناس كلها كانت صاحيه، طبعا عشان الشغل، عشان ايا كان. بس بجد الحياة الساعة 6 الصبح حلوة قوي. الدنيا الصبح حلوة، الدنيا في وقت الفجرية حلوة قوي. ده غير ان الوقت ده هرمونات كتير قوي في جسمك مهمة بتتفرز لو انت صاحي. ف حاول تكسر ما لا يقبله عقله. تحاول تكسر ما لا يقبله عقلك. حاول تحطم شوية قواعد، عشان ده بيدي دوبامين لمخك. لما انت بتكسر قاعدة، احلى دوبامين في العالم بجد. في ناس اصلا متشخصة مرضيا ان هي مريض، يعني هي بتحب تكسر القوانين، بس دول مجرمين. يعني في مجرمين بيبقوا مجرمين عشان هم مرضى، فاهمين حاجة؟ فهم بيحبوا يكسروا القواعد. يقول لك ما فيش الحرامية يتحبسوا فهم يبقى هو حرامي مثلا، بس انت هتعملش كده. حاول تكسر القواعد العادية، عشان لو انت عايز تبقى 1% من الناس، تبقى من وسط 1% من الناس، لازم تعمل اللي 99% مش بيعملوه. فاعتبر الفيديو ده إشارة ليك، ريمايندر ليك بكمية الحاجات اللي انت المفروض تغيرها في حياتك. بس مش بقولك غيرها مرة واحدة، فكر فيها، خد وقتك. انت ازاي انت مستعجل؟ وهي حياتك دي، حياتك، ما تستعجلش. مفيش حاجة فايتك خالص، عشان هي حياتك في الآخر. انت بقى اللي هتقرر حياتك دي بإذن الله هتمشي ازاي. فأنا بس بحاول أقولك خد القرارات صح،
حاول لما تحس ان انت في فترة جفاف تهرب، تخرج من البيت، تخرج من اي حاجة comfort zone، عشان انت عقلك مش هيتطور غير لما يخرج من الحاجات اللي هو يعرفها. يعني انت مش هتتطور، انت شخصيتك مش هتتطور لو فضلت في الحاجات اللي انت عارفها. شخصيتك هتتطور بكمية المعافرة اللي انت هتحاولها لما تحاول تخرج في حاجات او تحاول تجرب حاجات انت ما تعرفهاش. ساعتها انت فعلا بتكبر، عشان النمو عامة مش هيبقى في حاجة انت عارفها. النمو هيبقى دايما في الحاجة اللي انت مش عارفها، والفايدة دايما هتبقى في الحاجة اللي انت مش عارفها، واللي انت خايف منها، واللي انت بتهرب منها، واللي انت بتفكر فيها دلوقتي. بس انتوا متعرفوش الدوبامين ضرب في دماغي ازاي، وحاسه ان انا كريتيف جدا ان انا نزلت بعد شهر ما بنزلش. فبقول لك خروجه واحده برا البيت، تأمل واحد ممكن يغير اسبوع كامل. فانت اللي هتحدد النهارده هيحدد الاسبوع ده ازاي. بس وهتشوفوني كتير بقى بجد الفتره الجايه، عشان انا خلاص خدت جرعه الدوبامين بعد الفيديو ده. باي باي.